السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. كولر يلعب بالنار، السويسري يدفع بنجم مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الزمالك. يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إلى تجهيز مفاجأة من العيار الثقيل لنادي الزمالك في لقاء السوبر المقرر يوم الجمعة المقبل على الأراضي السعودية أمام الغريم التقليدي. وعلى موقع أخبار النادي الأهلي أهلي نيوز أن كولر يفكر في الدفع بالمغربي أشرف داري العائد من الإصابة في الجانب الخاص بالدفاع من أجل بناء هجمات بشكل أسرع مما عليها الفريق حاليا. وأضاف المصدر النادي الأهلي بقيادة كولر يفكر في كيفية حل اللغز البطء في بناء الهجمة والذي ظهر في المباريات السابقة، وطلع الاعتماد على كل النجوم المتميزين الذين يسعون إلى الانقضاض على المرمى بكل ثبات وفاعلية. وشدد على أن داري في الجزئية الخاصة ببناء الهجمة كان يمتلك العديد من الخبرات الجيدة في منتخب المغرب، وما ظهر خلال المتابعة الأخيرة لصفقة الأهلي الجديدة التي استقطبها الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية. ويرى كولر أن الخبرات الكبيرة لأشرف داري سوف يكون لها الصدى الجيد في التعامل مع سيف الدين الجزيري الذي سوف يسعى إلى الإجادة الفنية القوية في المباراة للظهور الجيد، حيث يطلع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك إلى تحفيز كل اللاعبين على كافة الأصعدة. سيف الدين الجزيري طبعا تحفيز كل اللاعبين، هم بيحفزوا اللعيبة وكل فريق يعمل اللي عليه. المهم، ويفصل الاعتماد على داري من جانب السويسري مارسيل كولر من عدم الحالة الفنية والبدنية التي سوف يكون عليها اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي التدريبات التي سوف يظهر من خلالها اللاعبين الساعتين إلى حجز مكانه في التشكيل الأساسي للسوبر الأفريقي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. تمنياتنا بالفوز للنادي الأهلي، وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.